يا بسم الله الرحمن الرحيم. على مدار الأزمنة يا جماعة ومدار التاريخ بتوجد كتب وتوجد تسجيل للسير الذاتية بتاعت العظماء وبتاعت المشاهير اللي وارد طبعا بيبقى في حد منهم يعني ايه في بعض الناس من العظماء يعني ما بتحبش توثق او ما بيتكتبش عنها، لكنها بتقدم نفع اكثر من اي عظيم في الدنيا. فاحنا النهارده في حلقة اليوم هيبقى معانا الأميرة اللي هنكرمها ونقدم لها رسائل الشكر، مش من باب المجاملة ولكن من باب ان الخير ينتشر. فهي الأستاذة نشوى فراج الهواري اللي هي بتعمل في مجال العمل التطوعي من سنين، وقدمت أعمال عظيمة جدا ما بين توزيع زكاة مال من أهل الخير ومتابعتها للإطعام ومتابعتها. شوف تسببت في كم واحدة تزوجت، وفي ستر كم إنسانة مسلمة، وفي ستر كم إنسانة مصرية، وقدمت للمجتمع المصري والمجتمع الصعيدي كثير من الخير والنفع. الأستاذة نشوى فراج الهواري رئيس مجلس إدارة جمعية أميال الخير بفرشوط. حقيقة أنا عايز كل بنات الصعيد وكل الناس اللي شغالة في عمل الخير في الصعيد تتعلم من هذه الشخصية وتشوف الخير اللي بتقدمه من باب نشر الخير ومن باب نشر النفع في المجتمع. فده بكرر يعني معنى سلسلة أميرات الصعيد عشان تحقق النفع. فابقوا معنا عشان تشوفوا الفقرات فقرة بفقرة، وما تنسوش تشتركوا في القناة. تحياتي لكم، أستأذنكم لحظات وارجع لكم تاني. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا يا جماعه زي ما قلت لحضراتكم ان في عظماء وفي ناس بتقدم النفع وفي كتب اتكتبت عن المشاهير، ولكن في بعض الناس وكثير من الناس والشخصيات بتقدم النفع وبتقدم الخير للمجتمع. فلازم احنا نعرف الناس دي ونعرفها للمجتمع، خاصة لما نكون الناس اللي هي بتقدم الخير دي من السيدات اللي هم بنتعلم منهم. يعني ببساطة عارفين انتوا المثل اللي بيقول دي ست ب100 راجل ب1000 راجل، الجدعنة بتاعت الست المصرية. ولكن تحديدا احنا هنتكلم عن كل واحدة صعيدية قدمت خير ونفع للحياة. الخير اللي انا هتكلم عليه دلوقتي والأميرة اللي هتشوفوها وشايفينها حضراتكم، انا شفت الخير اللي بتقدم من خلال الصدفة. كنت في زيارة للجمعية لسبب ما وكان خير برضو، وإلا لقيت الإطعام ولقيت أشياء كثيرة بتقدم للخير. فكان يجب أن الناس كلها تعرف هذا الخير، ولازم نقدم الدعم ولازم نقدم كل ما يجعل هذا الخير يستمر. معانا أميرة اليوم الأستاذة نشوى فراج الهواري. أهلا بيكي سمو الأميرة، واسمحي لنا أن احنا نتشرف مشرفانا يعني في سلسلة أميرات الصعيد على قناة مواضيع الدكتور يوسف الأنصاري. اهلا بحضرتك. تسلم يا دكتور، الله يبارك لك. انا في البدايه بشكر حضرتك على كل الخير اللي بتقدميه، وان شاء الله ربنا يتقبل منك ويجعله في ميزان حسناتك. انت تسببتي في ستر كثير من الفتيات اليتيمات او الغير مقتدرات، تسببتي في اطعام جائع، تمام، تسببتي في يعني سد ديون غارمين من الرجال وغارمات من السيدات. فانا بس عايز افهم يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله اكبر، العزيمه دي. لان انا اول حاجه يعني شدتني للعمل اللي بتقدميه حضرتك العزيمه الشديده. يعني انا بشوف ناس في العمل الخيري وانا كنت منهم، ساعات بيحصل لنا فتور من العمل. فانا بس عايز ايه المولد او الدينامو اللي بيديك العزيمه انك انت تستمر تبقي كمان مبسوطه. يعني انا ملاحظ انك بتشرفي على الاطعام مثلا كنوع من حاجات العمل الخيري بتقدميها بنفسك. طبعا. فيعني اتفضلي حضرتك كده، يعني كلمينا كده عن حبك للعمل الخيري، بدا ازاي والعزيمه بدات يعني ايه اللي بيخليكي تستمري كده بكل نشاط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله قصه العمل الخيري دي من زمان قوي، يعني متوارثه عندنا في العيله. يعني بسم الله ما شاء الله. ايام الوالد رحمه الله، الله يرحمه ويجعله من اهل الفردوس الاعلى. حضرتك اكيد تعرف. نعم، ده عالم ما شاء الله. الله يعني يخليك. فموضوع الخير ده احنا يعني متوارث عندنا في العيله. بس اللي هو الاكتر حاجه لما تقريبا من 2009
كان في مجموعه من صديقاتي يعني كنا بنعمل حاجات خيريه وكنا بنروح اماكن في القاهره مش بس في الصعيد، زي عزبه النخل وعزبه خير الله والحتت دي فيها اماكن يعني تحت خط الفقر. ممكن احنا بنشوف اماكن كتيره يعني صعبه جدا في الصعيد، بس هناك برضو موجود هذا موجود. يمكن هناك في اضواء ساعات بتتسلط عليهم مش زي الصعيد، لانه الصعيد عندنا قرى كتير ونجوع وعزب، فهنا برضو اكتر من هناك بكتير يعني. فبدأنا كنا بنعمل معارض ملابس، كنا بنعمل شنط غذائية يعني مواد غذائية، وبعد كده بقينا نروح المنيا وبني سويف والشرقية، كنا هناك بنوزع بطاطين وبنوزع مواد غذائية. وكان في عرايس في بني سويف، في اقصى بني سويف اصلا برضو احنا بفضل الله كان عندي برضو اخ زميل اسمه امير واخ اسمه محمد في القاهره، دول كنا بنروح نودي الاجهزه بتاعه العرايس هناك. وفي الشرقيه نفس القصه. بعد كده كان من اول قبل الوالد ما يتوفى بسنه 2017، فبابا عارف ان انا شغاله في المجال الخيري، فهو قال لي طب ما حاولي انك انت يعني تكملي في البلد عندنا يعني. ما شاء الله. يعني عندنا هنا اكتر. فبدات اجي هنا الصعيد قبل ما اعمل الجمعيه بتاعتنا هنا بقى لها 5 سنين. قبل ال5 سنين دول بسنتين برضو كنا شغالين في العمل الخيري، بناء برضو على نصيحه الوالد، ربنا يجعله في ميزان حسناته يا رب. اللهم امين. يعني هو اللي حسني على الموضوع ده اكتر. ان انا تقريبا كده بدات اعرف ايه الدينامو. أيوة اللي هو محرك للموضوع، عشان كده يبقى ايه كده مش هنستغرب الابتسامه الدايمه وانك انت بتشرفي على حاجه بنفسك وبتعب بنفسك. طبعا لان انا بعمل ليا ولوالدي. ربنا يجعله يعني صدقه جاريه على روحه يا رب، يجعله من اهل الفردوس الاعلى يا رب ان شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. نعم. بس فبدانا هنا بقى، بدانا في الاول طبعا كانت الدنيا مش ضيقه زي دلوقتي، فكان في متسع مع اخواتي والولاد والبنات، مجموعه كده مع بعض، ربنا يا رب ييسر لهم الخير كله، ولسه مستمرين الحمد لله في الخير، مش متوسعين قوي يعني علشان كلنا عارفين بعض والكلام ده. فبدانا كنا بنعمل بيوت وبنبني بيوت. في الاول كنا بنبني بيوت بالطوب الاحمر والبلوك، وكنا بنسقف بالمسلح. بعد كده لما الدنيا ضيقت شويه بدانا نسقف البيوت بالخشب. التمويل مثلا كان بيبقى في الحاجات دي من خلال الفريق، بس انا ملاحظ يعني بتشتغلوا في الخفاء اكتر من يعني التغطيه الاعلاميه يعني. بالظبط كده. يعني انا مش مهتميه قوي بالتغطيه الاعلاميه اكتر من ان انا اقدر اساعد الناس. نعم. يعني مثلا لو بعمل حاجه فبنشرها على صفحتي من باب حث الناس لفعل الخير. نعم. مش لاي حاجه ثانيه. المجموعه بتاعتي اللي بتساعد هم الموجودين، في يعني عارف اللي بتبقى دايره ثقه، الناس اللي انت عارفها، عارف اخلاقها، عارف مصادرها، عارف الكلام ده، عشان ما يبقاش فيه مثلا لا قدر الله في مساءله او حاجه زي كده والكلام ده. نعم. فاصدقائي وصديقاتي هم اللي قايمين بالموضوع، ناس اعرفهم معرفه شخصيه يعني. ما شاء الله. يعني مش في فرشوق يعني بره. لكن انا شايف عمل بجد يعني بدون مبالغه وبدون مجامله ولا نزكيك على الله، شايف عمل عظيم بيقدم. الحمد لله. وانا بقول لحضراتكم ان سلسله اميرات الصعيد بنتشرف ان احنا نعمل اللقاء او تشوفوا حضراتكم كل اميره، وبيكون العمل اللي بتعمله بدون مبالغه عظمه. يعني انا والله شفت اهو الاطعام وكمان توصيل وصلات الميه. انا شفت في كتير من الصعيد. ربنا يرحم الوالد انه يعني ايه وصاكي بده، لان انت كنت، انا لاحظت من كلام حضرتك انك كنت متجهه في القاهره وكده، فوجود يعني حاجه جميله ومنفعه للناس ومنافع للناس في البلد. ارجو ان يستمر باذن الله ويستمر الدعم من الناس. وبرضه بالنسبه لموضوع الخفاء ده، لا يعني احنا سرا وعلانيه لازم سرا وعلانيه. والدليل على كده ان حضرتك اصلا بتشتغلي من فتره، يعني مش مستنيه اصلا. انا اكتر من 7 سنين او 5 سنين من خلال الجمعيه. بس انا من النوع ما بحبش يعني بيبقى في يعني حرج شويه. انا حقيقه بنشر على الاكونت بتاعي الشغل بتاعنا، بس ما بروحش لحد اقول له انشر او اعمل او كده وبتاع، فسايبها كده زي ما ربنا يريد. يعني اهم حاجه ان ربنا هو عارفنا، مش شرط الناس تعرفنا. اهم حاجه لا احنا
يعني احنا عايزين الناس تعرف من باب ان احنا نخدم حضرتك، يعني ربنا يبارك فيك. هنبقى من الجنود اللي هي توصل الخير ده. الله يخليك. تمام. ربنا يبارك. طيب كنت برضو عايزين يعني حضرتك النهارده سمو الاميره ونجم الحلقه كلها، تسلم. فعايزين برضو كده الناس تعرف حضرتك خريجه ايه، بس مش مجرد العمل الخيري وبس، يعني ان كده خريجه الاستاذه نشوى خريجه حاجه كبيره يعني ما شاء الله عليها. انا اتمرمطت شويه في مساله التعليم دي لحد ما دخلت حاجه انا بحبها، وبفضل الله يعني خدت بكالوريوس اعلام الحمد لله. بسم الله ما شاء الله. يعني ربنا يستر علينا وانا بتكلم دلوقتي. لا يفتح مالك في المدينه. ربنا يخليك. الله يخليك يا استاذه نشوى. طيب هنتكلم برضو، اكيد عارفه حضرتك المشاكل اللي هي بيتعرض ليها اللي شغال في العمل العام او العمل التطوعي. لو يا ريت مثلا اهم المشاكل ونصيحه من حضرتك لحل هذه المشكلات. هو يعني اهم حاجه يعني اكتر حاجه بتواجهنا مثلا مساله الثقه. عشان كده قلت لحضرتك ان انا الدايره بتاعتي ناس معظمها عارفيني. تمام. في ناس من بره بيتصموا فينا خير الحمد لله، بيبقوا واثقين فينا والكلام ده. في من الجانب الثاني اللي هو جانب الناس اللي احنا بنساعدها. طبعا هم كتر خيرهم طبعا، بس هم دايما بيجوا، احيانا بيجيني حد اللي هو بيطالبني كأن انا يعني ايه كن فيكون بالظبط كده. طب ما انا بحاول، يعني انا بحاول والله بقدر الامكان وبسعى في كل الاتجاهات، لدرجه ان احيانا بضطر ان انا اتحط في مواقف بايخه من خلال السعي ده. ما انا كمان المجموعه اللي عندي اللي عندها ناس تاني برضو بتساعدها. تمام. فانا بحاول اوفر على قدر الامكان للحالات اللي عندي. ما يجي حد مثلا فاكر ان احنا مثلا ان الحكومه هي اللي بتدينا. نعم ايوه صحيح. بحاول اوصل له يا جماعه والله ده هي الدايره بتاعتنا، والناس اللي احنا نعرفها هم دول اللي بيدونا. احنا مش بناخد من الحكومه. برضو طبعا هم تفكيرهم على قده، فمش واصل لهم الجزئيه دي. نعم. غير حاجه ثالثه بقى، انه في ناس فاكره ان احنا بناخد مثلا ايه، طبعا في ناس كتير جدا ربنا يصلح حالهم، يعني ممكن ياخدوا فلوس التبرعات دي يحطها في جيبهم الكلام ده. عشان كده بقول ان احنا بالنسبه لنا احنا ناس معروفه، يعني احنا بفضل الله مش محتاجين. نعم. تمام. فبالتالي مش محتاجين، لا بالعكس احنا اللي يعني دي حاجه احيان كتير احنا اللي بنساهم فيها واحنا اللي بنعملها والكلام ده، حتى من قبل موضوع الجمعيه ده. لكن العدد طبعا كتير وانت بتدلي على الخير، يعني انت احنا عندنا اكتر من 600 حاله هنا، ده غير الحالات اللي هي مرتقبه. فمتخيل 600 حاله عاملين ازاي؟ الله يكون في عونكم بصراحه. فاللي هو فبنحاول لما بيبقى في حاجه بنحاول نعمل فلتره، هم كلهم محتاجين بس نعمل فلتره اولويات، ناخد الاكثر احتياجا. نعم. تمام. فهي دي اللي احنا بتواجهنا، ان مفيش دعم كافي يكفي كل ده. نعم. فيعني انا بصراحه بشكر حضرتك على الجهد العظيم. واحنا جماعه في مدينه فرشوط محافظه قنا تحديدا، يعني اتشرف بمشاهدتكم لهذه الحلقه والباقي الفقرات في هذه الحلقه. بتوجه بالشكر لسمو الاميره الاستاذه نشوى فراج الهواري اميره الصعيد، وبقول لها شكرا على كل المجهود اللي حضرتك بتقدميه، وربنا ان شاء الله يتقبل منك ويجعله في ميزان حسناتك ويجعله في ميزان حسنات الوالد الله يرحمه، ان هو قدم يعتبر للصعيد هديه، لان كل اللي اتعمل في الصعيد ده الحمد لله من خلال حضرتك، كان من خلال وصيه الوالد ربنا يرحمه، ربنا يتقبل منك يا رب ان شاء الله. بشكر حضرتك جزيل الشكر، وتشرفت بتوجيه او باللقاء مع حضرتك. ابقوا معنا، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبكده يا جماعه احنا وصلنا لاهم واجمل فقره في حلقتنا النهارده، اللي بنقدم يعني اسمى ايات الشكر والتقدير اللي يجب ان تقدم للاستاذه نشوى فراج الهواري، على يعني كتعبير للخير اللي بتقدمه والنفع اللي بتقدمه في المجتمع اللي لازم كل حد يعرفه. ومعانا في هذه الفقره شخصيه جميله جدا من رواد المجتمع المدني، وهو زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة ان كل أميرة من أميرات الصعيد لازم
حد هو اللي كريم هيكون قريب في المجال، فمعنا الدكتور عبد الشافي الهمامي نقيب صيادلة فرشوط. هو طبعا صيدلي ومتميز في أكثر من مجال، فالمجال العمل الخيري والمجال المجتمعي بصراحة له باع كثير، مش بس في المجال الصيدلي ومجال الأدوية. فبنرحب بالدكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور يوسف، وانا سعيد جدا بوجودي في جمعيه اميال الخير تحت قياده واداره السيده الفاضله النشطه جدا الاستاذه نشوى فراج يمني الهواري، واللي تعتبر رائده من رائدات العمل الاجتماعي، مش في فرشوط بس، لا ده في كل انحاء مصر. يعني هي ما شاء الله سيرتها الذاتيه، اشتغلت في الدلتا، في القاهره، في الصعيد، شمال الصعيد وجنوب الصعيد. فما شاء الله النهارده احنا يعني موجودين مع شخصيه غير عاديه، شخصيه متميزه ولها باع طويل في فعل الخير. ويعني انا سعيد جدا ان موجود مع حضراتكم النهارده دكتور يوسف مع السيده الفاضله الاستاذه نشوى. يعني مش من باب المجامله والله يا جماعه، يعني الراجل نحسبه على خير، والراجل هو يعني يعتبر الموثق للعمل اللي احنا هنقدمه لاميره اليوم. تسمح لي ان انا ان احنا نتشرف ان احنا ننادي حضرتك بلقب الاميره. الله يخليك. طبعا عشان ما نطولش على حضرتك وعلى المشاهدين، واحنا اتكلمنا في العمل الخيري وازاي بداتيه وايه المشاكل اللي اتقدم، فعايزين حضرتك في الفقره دي يعني كنصيحه لكل اللي بيشتغل في العمل الخيري والعمل العام او العمل التطوعي بمعنى اصح. يعني مش شرط عمل الخير زي ما شرحنا ان هو مساعده الناس في الديون والكلام ده، لا، عمل خير زي ما شفت مع حضرتك حاجات جميله جدا لمفهوم اخر، لمفهوم كبير جدا، فاشمل من موضوع المساعدات الماديه. فعايزين من حضرتك كده نصيحه عامه لكل من يعمل في العمل التطوعي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور يوسف. العفو. الله يخليك انك انت اتحت لي الفرصه ديت ان انا اتكلم في الموضوع ده، وبشكرك انك انت يعني شملتني بكرم اخلاقك على موضوع اميرات الصعيد. بشكر طبعا دكتور عبد الشافي، بارك الله فيك واسعدتني جدا بوجودك والله. الله يخليك. طبعا انا محرجه شويه لان انا مش متعوده على موضوع اللقاءات ده. اللهم صل على سيدنا محمد. بس انا بحب يعني انا اوجه رساله لكل احبابنا اللي شغالين خدمه اسيادنا، الفقراء والمحتاجين والمساكين، وهم دول الباب لينا للجنه. فانا عايزاهم يتريثوا شويه، تمام، ويعني يطولوا بالهم شويه على الحالات اللي بتيجي. كل حاله بتجيلنا بتبقى شايله هموم الدنيا، وتبقى شايفه ان احنا يعني نقطه النور ليها، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. احنا بنحاول نعمل اللي نقدر عليه، والباقي ده تسهيل ربنا. بحاول ان انا اقول لهم ان هم ما يبخلوش باي طريقه من طرق المساعده، يطرقوا كل الابواب. حتى لو اتقال في ناس بتقول على الجماعه دول شحاتين، الجماعه دول بيشحتوا، يعني بيشحتوا، بس احنا شحاتين لله. نعم. احنا شحاتين لله، مش شحاتين لاي حد تاني. فهم طبعا لما حد يجي بيسالك انت، ما بيسالكش انت، هو بيسال ربنا. انت مجرد وسيله، مش اكتر من مجرد وسيله. فتخيل انت تبقى وسيله لربنا، فتخيل ده تعظيم ليك يعني لينا احنا كناس بتشتغل في الاعمال الخيريه والكلام ده. فنحاول ان احنا نكون على قد المسؤوليه، وانصحهم انهم يتحروا كمان عن الحالات اللي بتجيلنا عشان الخير يصل للمستحقين. مش مجرد اي حد يجي لنا محتاج نقول تمام محتاج، ممكن ده ما يبقاش محتاج ومجرد وسيله شحاته مقننه او حاجه زي كده، او مدعي او الكلام ده. فدي اكتر حاجه ان احنا لازم نتحرى، واحنا بنتعب قوي في موضوع التحري ده. نعم. بنتعب، يمكن الناس ما تعرفش الموضوع ده ليه، لان احنا شايلين امانه، والامانه دي احنا هنسال عليها قدام ربنا. ودايما بقول كلمه، ان العمل بتاعنا ده ما فيش حد فينا في رقيب علينا الا ربنا. يعني رئيس مجلس الاداره في العمل الخيري ربنا، بس ربنا يوفقنا جميعا يا رب ويكرمنا ونقدر نتحمل المسؤوليه دي ونبقى قدها، ويستعملنا ولا يستبدلنا ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يستعملنا ولا يستبدلنا باذن الله، وربنا يجعله عمل خالص دايما لوجهه الكريم. تسمحي لي طبعا في هذه الفقره ان انا يعني التكريم يعني غالبا ما بيتم في حفلات، وبيتم طبعا في وجود كثير من الناس، لكن ربنا الهمني سبحانه وتعالى
انه يكون المقوله دكتور عبد الشافي اللي هي بتقول في بيوجد رجل ب1000. صحيح. يعني احنا معانا الحمد لله النهارده رجل بمليون ولا نزكيه على الله. فانا اسمحي لي طبعا ان انا نقدم لك الشهاده، وبنتشرف، انا شخصيا بتشرف ان نقيب صيدله فرشوط والشخصيه الصيدلانيه والشخصيه المجتمعيه الكبيره الدكتور عبد الشافي هو يقدم لك هذه الشهاده من قناتي المتواضعه مواضيع يوسف الانصاري، تم تغيير الاسم بتاعها. بناء الحمد لله يعني الاستاذه نشوى هي اللي لاحظت الموضوع ده، فدايما ربنا يجعلها بالخير. وننتظر كلمه الشكر للاستاذه نشوى. بتقدم بخالص الشكر وجزيل الامتنان للسيده الفاضله رائده العمل الخيري في فرشوط وخارج فرشوط الاستاذه نشوى فراج يمني الهواري. واتمنى تكون يعني الحلقه دي لكل من يشاهدي تكون الاستاذه نشوى نموذج وقدوه حسني لكثير من بنات بلدنا لسلوك العمل المجتمعي. يعني لان عايز اقول ان العمل المجتمعي ليس حكرا على الرجال او على الذكور فقط، لا بالعكس، ده بعد ساعات يعني وهذه النموذج حي وعظيم قدامني بتكون اخت فاضله بتقدم ما لا يقدمه الرجال. فياريت تكون قدوه حسنه لكل بناتنا اللي بيشاهدوا الموضوع او اللي يسمعوا عنه او اللي يشوفوا هذه الحلقه، تكون قدوه حسنه بالنسبه لهم في اداء الرساله المجتمعيه. وان الرساله المجتمعيه او تقديم الخير والعون للناس ليس حكرا على الرجال فقط، بالعكس المراه منذ تاريخ الاسلام وحتى وقتنا هذا لها دور عظيم في كل مناحي الحياه المجتمعيه.